في فيديو النهاردة هعرفكم ازاي نعمل الكيكة اليومية بتاعت امهاتنا زمان، وازاي تطلع معانا هشة ومرتفعة وبالجمال ده. وبينا يلا على طول على الطريقة. وفي البداية معايا 4 بيضات مطلعاهم قبلها بفترة من التلاجة، هحط عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا، وهنضرب البيض مع الفانيليا ضربتين 3 كده بالمضرب اليدوي، وتقدروا تحطوا البيض في الخلاط وتكملوا باقي الخطوات في الخلاط عادي خالص. وبعد كده هضيف 1.25 كوباية من السكر، والسكر اللي هنستخدمه في الكيكة لازم يكون لونه فاتح علشان ما يغمقش الكيكة معانا. وهنضربهم بقى كويس جدا مع بعض لحد ما لون الخليط يفتح معانا ويبقى كريمي. والاسهل ليكوا في الخطوة دي انكم تحطوا المكونات كلها في الخلاط من البداية وتشتغلوا عادي. واول ما الخليط لونه فتح معايا وبقى كريمي بالشكل ده كده، هنضيف عليه معلقة كبيرة من الخل. على خليط البيض والسكر هنضيف 1 كوباية من الحليب، عليها معلقة كبيرة. والحليب بتاعنا لازم يكون دافي علشان يخلي الكيكة معانا هشة ومرتفعة. هنقلبهم مع بعض كده تقلبتين 3، وبعدين نحط 1.25 كوباية من الزيت. والزيت لازم يكون نوع كويس علشان الكيكة بتاعتنا ما تلقطش ريحة مش كويسة. هنقلبهم مع بعض تقلبتين كده، وبعدين اخر حاجة هنضيفها هي الدقيق. وللمقادير دي احتجت 2.5 كوباية من الدقيق، نخلتهم مرتين وهنخلهم كمان مرة معاكم. الدقيق محطوط عليه رشة من الملح وكمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر، علشان بقى تضمنوا ان الكيكة تطلع معاكم هشة ومرتفعة وناجحة. لازم تنخلوا الدقيق مش اقل من 2 أو 3. وفي اي كيكة نعمل الخطوة دي، مش شرط الكيكة دي. هنكمل باقي كمية الدقيق بالطريقة دي كده، وبعدين نقلب الدقيق مع خليط البيض براحة خالص لحد ما الدقيق يختفي معانا تماما، وبعدين بنوقف تقليب. وهيبقى خليط الكيك بتاعنا قوامه بالشكل ده كده. بكون مجهزة صينية مبطناها بالزيت وكمان شوية من الدقيق. الصينية دي اللي هي الصينية اللي بتبقى وسط في الطقم ال3. بصب فيها الكيك واساوي وشها بأي عود خشبي. وطبعا الفرن مولع مسبقا على حرارة 180، هتاخد من 30 دقيقة ل 35 دقيقة في الفرن. وبنفس العود الخشبي بنغزه كده في الكيكة ونشوف إذا كانت استوت ولا لأ. لو العود طلع نضيف وزي الفل بتبقى كده تمام، الكيكة استوت. لو وشها لسه فاتح ممكن نولع عليها الشواية شوية. وبعد كده بنسيب الكيك تبرد تماما وبعدين نقطعها. الله أكبر على الحلاوة، طالعة ولا غلطة، مرتفعة وهشة واسفنجية كده ورائعة بجد. من أسهل وأسرع وأبسط الكيكات اللي هتعملوها. كيكة بسيطة وسهلة وطعمها يتجنن. هي دي الكيكة البسيطة بتاعت أمهاتنا زمان، اللي لما كنا بنغلب عايزين ناكل حاجة حلوة، عايزين ناكل كيكة سريعة، على طول أمنا كانت بتدخل المطبخ وتحط المكونات كلها في الخلاط وتطلع لنا أحلى كيكة. لو الكيكة بتفشل معاكم، ما بتطلعش معاكم مرتفعة وهشة كده، امشوا على التعليمات اللي في الفيديو وكمان طبقوا الطريقة دي، هيطلع معاكم ناجح وزي الفل ان شاء الله. وقبل اي حاجة وقبل ما نبدأ في اي حاجة نسمي الله ونعمل الحاجة بنفس كده، وهتطلع معانا زي الفل. ما تنسوش تجربوها وتقولوا لي رأيكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.